السلام عليكم ورحمة الله. موضوع الست وهيبة موضوع غالب، موضوع مهيدي، موضوع أبو صالح. هذا موضوع طبعا موضوع الساعة، صار له تقريبا يومين يتداولونه بوسائل التواصل. عندي معلومة جدا مهمة أريدكم تعرفونها. معلومة قديمة هي، وأنا يعني بصراحة مندهش من يعني رجال الدين اللي يعني لابسين عمائم ودارسين بالحوزة، شلون ما انتبهوا لها، وشلون يعني حكوا الحكي اللي تكلموا به عن المسلسل، عن موضوعات مهيدي وأبو صالح وبهاي الأمر. يعني باختصار، وحتى نعرف اللي ما يعرف الموضوع، اكو اعتراض من قبل البعض على أنه المجرم الموجود بمسلسل عالم الست وهيبة اسمه مهيدي، ويسمونه أبو صالح. يعني أي بالمسلسل اسمه مهيدي ويسمونه أبو صالح. المعترضين شو يقولون؟ مهيدي يرمز إلى الإمام المهدي، والإمام المهدي يسمونه أبو صالح، فهذا المسلسل ضد الإمام المهدي وضد الشيعة وضد المذهب. يعني فد كلام. المهم هذا كلامهم. الرد اللي أنا أرد عليهم بالحقائق طبعا، وبالحديث النبوي. يعني إذا هم قارين أحاديث، إذا هم قارين كتب. أولا، الإمام المنتظر اسمه محمد فقط، اسمه محمد، هذا هو اسمه محمد. النبي صلى الله عليه وآله بأحد الأحاديث مالته، الحديث اللي يروي عن وجود إمام منتظر، شو يقول؟ وآخر إمام من ولد الإمام الحسين اسمه اسمي، اسمه يواطئ اسمي، وكنيته كنيتي. يعني شو اسمه؟ اسمه محمد. النبي اسمه محمد وهو اسمه محمد. ويكنى أيضا نفس الكنية أبو القاسم. النبي مو اسمه أبو القاسم، فيقول وكنيته كنيتي أبو القاسم. يعني هسه ماكو لا مهيدي لا مهدي ولا صالح. الحديث هذا يعني معترف به ومتواتر وصحيح وما بي أي كلام. أنا حسب قراءاتي وحسب اطلاعي، يعني من 30 سنة تقريبا أنا أقرأ كتب يعني دينية وتاريخية، لا قريت لمرجع، لكاتب، لمجتهد، لمثقف، لأي شخص عنده قليل من الثقافة، أنه الإمام محمد ابن الحسن اللي هو يسمونه الإمام المهدي المنتظر، ما سمعت أنه هو مهدي أبو صالح، أو ما قريت. هسه أكو ناس بالعشاير بالريف، ناس كم واحد يسمونه أبو صالح، اللي الشعبي بالشعبي يسمونه أبو صالح. هذا مو هو هذا الرسمي. أنا أتكلم عن الرسمي. الرسمي اسمه محمد أبو القاسم، وهو الإمام المنتظر. يعني حتى المهدي هم هو الإمام المنتظر. هاي من يعني من الكنى والألقاب. فيا سيدنا، هم هواي سادة معممين يعني تكلموا بهذا الموضوع. المسلسل أنا ما أعتقد أنا طبعا المسلسل ما شايفه، بس أنا من شفت هاي اللغط على الاسم يعني قلت لازم أنا أدلو بدلوي، لأن عندي معلومة. هاي المعلومة لازم أنطيها للناس اللي يعني ما قاريتها. أكيد هو ما قارينها، بما أنه هو طلاب الحوزة ما قارينها، معناها حتى الجمهور ما قاريها. فالمعلومة أعيدها مرة ثانية. الإمام اسمه آخر إمام طبعا ابن الإمام الحسن العسكري، اسمه محمد ابن الحسن العسكري أبو القاسم كنيته، اللي هو يعني ينتظرونه لتخليص الأمة حسب المنطوق، أو حسب الفكر الشيعي. طبعا كل الأديان والمذاهب والمعتقدات
كلها تنتظر شخص يخلصهم، كل واحد مسميه اسم. الشيعة مسمينه المهدي المنتظر. فالمسلسل ما أبي أي علاقة، ما له أي علاقة ولا له أي إساءة لا على الإمام ولا على المذهب. يعني هم ممثلين أصلا، هم بال يعني بالجزء الأول هاي الأسماء نفسها، وهو اكو أسماء يعني هي الأسماء العراقية، هي هاي الأسماء العراقية: مهيدي وحويدر وحمودي وحسوني وعلاوي وجاسم وكاظم وفاضل وعباس هي هاي الأسماء يعني. هسه الصدفة الحظ العاثر خلى هذا الاسم ما أعرف. لكن يا أخوان، أتمنى يعني يكون اهتمامنا بالأمور الأكبر، يعني حتى لو يصير يعني الانتقاد على المسلسل فنيا، قصة، أي شيء يكون بوجهة نظر، مو على اسم. يعني ما أعتقد بيها فد وجهة نظر بصراحة. يعني أكو مسلسلات سيئة جدا وجاي تنعرض، مسلسلات بها خلاعة، مسلسلات هي عراقية جاي تنعرض طبيعي شهر رمضان، بها خلاعة يعني أكو بناتنا يعني ملابسهن كلش خليعة، هذا بالملابس. أكو مسلسلات بها يعلمون البنات الصغار شلون ينطن، يعني طريقة أنه ينطون الرقم، أو شلون يجي هذا البيت، أو شلون تطلع من البيت. هاي الأشياء المفروض تتعالج، ويعني يصير عليها انتقاد، مو هذا الشيء اللي ما له أي علاقة. وأنا طبعا أتمنى يعني من المسؤولين، من الأحبة العقلاء، أنه هذا الموضوع ما يهتمون به أزيد من اللازم، لأن عندنا مشاكل أكبر، مشاكل الجهل المستشري، يعني هذا واحد يعالجه. شكرا جزيلا أحبتي، وأتمنى تكون الفكرة وصلت والرسالة وصلت والمعلومة أيضا وصلت.